السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكون جميع الأصدقاء المتابعين معنا في قناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين في أفضل الأحوال. اللهم آمين يا رب العالمين، ونحل الجميع في أفضل حال. الله يبارك في الأصدقاء. النهاردة تاريخ 10 من الشهر السابع لسنة 2025، طبعا جمعة مباركة على جميع الأصدقاء في جميع البلدان. أتكلم في نصائح مختصرة إن شاء الرحمن عن أهم الأسباب اللي بتؤدي لانهيار الخلايا خلال فترة الصيف أو منتصف الصيف اللي احنا موجودين فيه. جالي شكوى من بعض الأصدقاء إن النحل حدث فيه تراجع وبعض الخلايا حدث فيها انهيارات. أولا الله يبارك في الجميع. طبعا نتمنى لأول مرة تابع معانا يشترك معانا لعل يكون متابع باستمرار معانا في القناة ويصل لي إشعارات عند نشر أي فيديو. أول حاجة الله يبارك في الجميع، الإهمال للأسف الشديد هو نقدر نقول معدل 80 أو 90% من سبب انهيار النحل خلال الصيف بيكون إهمال من النحال. لابد نعترف بالشيء ده. أول حاجة أسباب الانهيار أو إن النحل نقدر نقول يتراجع بشكل كبير، عدم نقدر نقول وجود مخزون من العسل أو من التغذية السكرية داخل الخلايا. يعني بمعنى أصح النحل بيجوع، جوع النحل خلال الصيف كارثة. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين الله يبارك في الجميع، عدم التظليل على الخلايا وتعرض الخلايا لإشاعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة اللي ربما تصل في بعض الأحيان إلى 47 و50 درجة مئوية. تمام، تخيل انت درجة حرارة مرتفعة ما انتش مظلل على النحل، النحل طرق كل البراويز وبالتالي بقى في أرضية الخلية، ومن ثم الملكات توقفت عن وضع البيض. تمام، ده السبب الثاني. تمام، خلي بالكم انا اتكلم في اسباب للاسف اسباب كارثية. السبب الثالث الله يبارك في الجميع، وهو لا قدر الله عند فقدان احد الملكات. يعني انا بفحص مثلا المنحل، ماتت ملكة مني بالخطأ، او ملكة نقدر نقول سقطت مني خارج الخلايا، او اثناء فرز العسل ملكة ماتت تم دهسها، ومن ثم صعب ان يتم تلقيح ملكات عذارة في منتصف الصيف. طب مصير الخلية دي ايه؟ مصيرها على الاغلب هيظهر فيها امهات كاذبة ومن ثم تنهار. ده لو النحال ترك الخلية. في نحال ذكي لما بيلاقي الوضع كده هيخش معاه في منعطف صعب بيضم الخلية، يقول لك اضم الخلية واستفيد منها. تمام، ده السبب الثالث. السبب الرابع الله يبارك في الأصدقاء، وهو لما يأتي الشح في المراعي، شح في المراعي من حبوب اللقاح بالخصوص، بالتالي الملكات هتقلل من وضع البيض، ومن ثم في فقدان في النحل في فترة الصيف، وده أمر طبيعي بسبب الإجهاد اللي بيكون على النحل الكبير في السن. تمام، سواء في السروح أو ما شابه ذلك، وده أمر طبيعي. أعمار النحل ممكن مثلا تتفاوت مثلا في حدود 40 يوم، أقل من ذلك بشيء قليل، أزيد من ذلك بشيء قليل، لأن صعب إن النحل يصل معاك 50 و60 و70 يوم أعماره في الصيف. في الشتاء نعم يصل، في الشتاء يصل معاك أعماره نقدر نقول في بعض الأحيان يصل معاك العمر النحل 90 يوم، ده في الشتاء، إنما الصيف صعب. بالتالي أنت محتاج يكون عندك تعويض، محتاج يكون عندك حضنة، محتاج يكون عندك نحل حديث الخروج عشان الخلية تخليها بالقوة بتاعتها. طب ما هي المشكلة الملكات تقلل من البيض وبيحدث فقدان عندي في النحل بكمية كبيرة. تمام، فبالتالي تلاقي الخلية تتراجع معاك، بدل ما كانت الخلية 9 براويز بقت 8، بقت 7، بقت 6. ولذلك على النحال لما يلاقي عنده شح في المراعي اتدخل ازاي؟ قدم بدائل، قدم عجائن بروتينية، قدم وجبة أو وجبتين من العجائن لحد ما يظهر عندك مرة تانية مراعي. تمام،
السبب الله يبارك فيه بعد كده، السبب اللي الله يبارك في الأصدقاء اللي هو بعد كده سواء رقم 4 أو رقم 5، وهو بعد فرز العسل أو بعد جني العسل، تمام، النحال ما بيجيش يقوم بالمهام المطلوبة منه. بمعنى يدي للخلية براويز زيادة، يعني الخلية فيها كثافة نحلية تغطي 5 براويز بس، حاطط لها 7، حاطط لها 9. طب ما البراويز الزيادة ديت إجهاد على النحل. فرز المنحل، تمام، وخد كل العسل من الخلايا وما قدمش تغذية بعد كده، ساب الخلايا نقدر نقول يقول لها بمعنى أصح اذهبي أنت وربك فقاتلاه. تمام. طب هي هتشتغل إزاي؟ تبص تلاقي الخلية عندك ابتدت في ظرف 10 أيام انهارت فجأة، حدث انهيار رهيب بسبب ما فيش مخزون عسل، فيش رحيق في المرعى، وللأسف ما فيش تقديم تغذية سكرية. تمام. الله يبارك في الأصدقاء. النصائح اللي أنا بتكلم فيها دي كلها لازم النحال يأخذها بعين الاعتبار. كل سبب من الأسباب دي نقدر نقول سبب كارثي، صدقا سبب كارثي. طيب هيتم طرح سؤال: امتى أقدر أحفز النحل وأحفز الملكات، تمام، وأبتدي أجهزه علشان أخش مثلا الخريف؟ باختصار شديد، حاليا في الشهر السابع صعب في الشهر السابع، تمام. ممكن مع منتصف الشهر الثامن، شهر أغسطس، نبتدي نقوم بالمهام دي. طب دلوقتي صعب ليه؟ لأن دلوقتي الله يبارك في الجميع معظم النحل اللي أنا هبتدي أجيشه أو أجهزه في التوقيت الحالي، تمام، مش هيجيب معايا الخريف عمره. تمام. النحل اللي أنا هجهزه النهاردة مثلا بتاريخ نقدر نقول 10 من الشهر السابع، على ما هيخرج عندي 1 أغسطس، مش هيشتغل معايا في الخريف. تمام. انما مع منتصف اغسطس او منتصف الشهر الثامن، هو ده النحل اللي هيشتغل معايا في الخريف، هو ده النحل اللي انا هحتاجه في مواسم عسل، بالخصوص اصدقائنا في منطقة الخليج اللي بيكونوا بيستعدوا لموسم السدر. تمام. الاستعدادات من دلوقتي مبكر او بدري، مش هتستفيد من النحل دلوقتي الا في حالات معينة. لو انت عندك موسم عسل بعد شهر، لو عندك موسم عسل نقدر نقول بعد 25 يوم، لا في الحالة دي انت عاوز تحفز ولا ما شابه ذلك. لو عندك مراعي غبارية مفيش مشكلة. انما انا الحديث هنا على الاصدقاء اللي هيجهزوا مثلا خلاياهم للخريف، ياخذوا مثلا تقسيمات منها، ممكن مثلا ينزل مواسم الصدر اللي هتكون في بعض البلدان الخليج مع اكتوبر ومنتصف سبتمبر، تمام، اللي هو منتصف الشهر التاسع والشهر العاشر. في الحالة ديت ما نجهزش النحل مبكر، نجهزه مع منتصف أغسطس أو منتصف الشهر الثامن. الله يبارك في الأصدقاء. في حالة إن مش متواجد عند أي أحد رحيق، لازم الأخ يقدم تغذية سكرية بأوقات متقاربة، يعني كل 3-4 أيام يعطي نقدر نقول وجبة من التغذية السكرية. ليه؟ أولا على أساس تخلي الملكة تعمل في البيض، صحيح هتعمل في البيض مش بغزارة، ولكن على أساس ما تنقطعش، على أساس ما تتوقفش عن وضع البيض. ومن ثم الأمر الآخر الله يبارك في الجميع، إن النحل الصغير في السن أو النحل داخل الخلايا ما يموتش من الجوع لا قدر الله. نصيحة أشير ليها قبل ما أنهي الفيديو: أصدقائنا اللي هم خارج مواسم العسل، كافح فروة، كافح فروة. طيب تكافح فروة احنا قلنا بملح الأوكزاليك، ملح الأوكزاليك رش. في البعض يقول لك طب ما فيش مادة تانية؟ ممكن تكافح بالفورميك أسيد، بس كون حريص في الجرعة بتاعة الفورميك أسيد إنك ما تزودش منها علشان درجات الحرارة. تمام. يعني لو احنا فرضا بنستخدم في أوقات الشتاء أو في أوقات الربيع بنستخدم 3-4 سنتي، في الصيف أحط قد إيه؟ أحط مثلا معدل 2 سنتي فقط من تركيز فورميك أسيد ما بين 60 إلى 65%. لازم التركيز يكون مخفف. أتمنى نأخذ النصيحة دي بعين الاعتبار من أصدقائنا اللي بيتابع معانا. بعض الأصدقاء ساعات يسألني بعض الأسئلة، وهي الموسم توقف عندي من جمع الرحيق والنحل توقف عن جمع الرحيق،
هل أقوم بجني العسل ولا هل أنتظر؟ الجواب باختصار شديد: النحل لو توقف عندك من جلب الرحيق من المرعى أو من الأزهار في اللحظة ديت لازم تقوم بجني العسل وتتوكل على بركة الله، بالخصوص لو نقدر نقول كمية العسل اللي في الخلايا كمية ممتازة. لو تركتها أسبوع أو 5 أيام أو 10 أيام النحل هيتراجع عليها، النحل هيبتدي يستهلكها مرة تانية. تمام. فبالتالي أخذ كمية العسل اللي متواجدة في الخلايا، أعتمد على بركة الله، واللهم لك الحمد ولك الشكر على اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك من العسل. من ثم تقدر لو أنت مثلا حابب تنقل مرعى تاني من الرحيق مفيش مشكلة، حابب مثلا تقوم بتقديم تغذية لا يوجد مشكلة. أتمنى من أصدقائنا نأخذ النصيحة دي بعين الاعتبار. مشكور كل الأصدقاء اللي بيتابع معانا باستمرار إلى نهاية الفيديو، سواء اللي بيتفاعلوا معانا أو بيعلقوا أو اللي بيستمع في صمت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكون جميع الأصدقاء في خير وفي نعمة في تربية النحل المتابعين معانا، اللهم امين يا رب العالمين، ويكون نحل الجميع في أفضل الأحوال. مشكورين شكرا جزيلا.